السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين جميعا، رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، يعودنا الشهر الكريم ده بالخير. هنعمل إيه في رمضان في المطاعم؟ هنعمل 3 حاجات. أول حاجة هنعمل خطة تريننج كويسة جدا للفروع لكل المستويات الوظيفية، من أول المديرين، السوبرفايزرز، الستاف السيرفيس، كل حاجة، الصالة، كل حاجة، حتى عمال النظافة، نديهم فود سيفتي كمان على الأقل. تاني حاجة هنبدأ نعمل خطة لموضوع المينتننس اللي هي الصيانات. لو عندنا أي حاجة بقى محتاجة صيانة، أي حاجة محتاجة توضيب، أي حاجة محتاجة دهانات، أي حاجة محتاجة متعلقات، يعني بريفنتيف مينتننس، الصيانة الوقائية. كمان ممكن نبص على المعدات، نجيب فريق الصيانة يبص على المعدات. تمام؟ أدي حاجتين. تالت حاجة واحنا بنشتغل هنحط في اعتبارنا كويس قوي ان احنا في شهر الصوم، هنبقى رفقاء بالناس شويه، لكن في نفس الوقت برضه رمضان مش منعاه الكسل خالص، لانه كمان رمضان السنه دي جاي في الشتاء، فالناس لا هتعطش ولا جوع، يعني انا متصور كده، فيبقى احسن من الظروف اللي كانت صعبه قبل كده. فدول الثلاث حاجات انا ههتم بيهم جدا جدا جدا: التدريب والصيانه، والناس تشتغل. وحاول على قد ما تكون تقدر تلم الاستاف بتاعك وتظبط جداولك وتظبط دنيتك. اعتبر اول 15 يوم من رمضان ان هم الشغل فيهم تقريبا قليل جدا، 30-40%، والاسبوعين اللي بعدين تبقى جاهز للرشه بتاعه العيد ان شاء الله وعليكم خير. حاجه صغيره عايز اقولها لو سمحتم، ده شهر مفترج، شهر كريم، فمحتاجين نكون كرماء مع الناس اللي معانا قوي. حتى لو حضرتك صاحب مؤسسه او صاحب مطعم او كده، حاول تعمل حاجه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا واعظم اجرا. اعمل بقى شنط رمضان، تعمل اي حاجه بينك وبين ربنا، مش هقدر اقول لك تعمل ايه، دي حاجه مش في الاداره، بس حاجه في الانسانيات. وكل سنه وانتم طيبين وجزاكم الله بخير. شكرا، مع السلامه.